يلا فيديو جديد. هنعمل النهارده حلو وسريع، مش هنولع الفرن خالص. الناس اللي بتقول الكيك بيبوظ مني او ما بعرفش اعمل كيك، لا هعمله لك حلو النهارده بتاعنا، بسيط وسريع، حاجه كده سهله هتعمليها على طول. الفيديو حلو كملي لي الاخر، ما تنسينيش باللايك والشير والسبسكرايب عشان نوصلك كل جديد. هنسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اول حاجه اي نوع بسكوت موجود عندك، اي نوع بسكوت موجود عندك هنستخدمه، وهو ده النوع اللي استخدمته النهارده. المهم ان يكون نوع يعني ماسك نفسه. في بسكوت تلاقيه خفيف كده ورقيق، لا بلاش. معايا 3 بواكي، هشوف هستخدمهم كلهم ولا ايه بالظبط مع مقاس الصينيه بتاعتي. معايا حليب بارد عادي خالص. تمسكي بقى البسكوته وتحطيها، هاخد 2 ب2 لان هعمل يعني رقتين. بصي يا دوبك تحطيها بس في اللبن كده وتشيلها على طول، مش عايزه اكتر من كده، بالشكل ده. بحطها بس وبشيلها على طول. مش عاوزه البسكوت يكون بيج، عاوزاه طري وفي نفس الوقت يكون ماسك نفسه. هخلص الكميه كلها وهرجع لكم علشان ما اطولش بس عليكم. الصينيه اخدت ال3 بواكي وكان عندي بسكوت تاني كملت بيه. تعالي بصي كده الصينيه بعد ما رصيتها. زي ما قلت لك اي نوع بسكوت عندك هتكملي بيه، وده كان شكل الصينيه. نشوف بقى المرحله التانيه ايه. بعد كده المرحله التانيه او الطبقه التانيه، معايا كريم كراميل. دي البواكي اللي استخدمتها اهي. معايا 2 من البواكي، هحط الاتنين وادي الباكو التاني. في الكراميل ده اوعي ترميه، يعني في وصفات كتيره هقولك بيبقى عندي البواكي دي بستخدمها ليها. معايا كيلو من الحليب، حاطه هنا لان ده مغلي، فكان عندي اللي هو المعلب. بحب الحاجات دي اعملها باللبن اللي هو السايب مش المعلب، بيبقى طعمها يعني احلى. فحطيت هنا جزء من السايب علشان اقلبه بس. وهحط 3 معالق من السكر. 1 2 3. طول ما انت واقفه كده وهو على النار ايدك فيه علشان ما يكتلش ويطلع مظبوط بالشكل ده. في حاجه هنا هقول لكم عليها، يعني كان عندي لبن فممكن تكون ايدي خانتني واخدت كميه اكتر فطلع خفيف معايا. هتعملي ايه؟ هتحطي معلقتين من النشا على نص كوبايه من الميه او الحليب اللي موجود عندك، وهتبداي تنزلي كده اهو واحده واحده وايدك بتقلب لحد ما تلاقي القوام اللي انت عاوزاه. بتاع الفلتر جالي وزي ما انتم شايفين كده فار مني على البوتاجاز، فطفيت. انا كان زماني خلصت من بدري يعني، لكن وقفت مع بتاع الفلتر ورجعت غليته تاني بس لقيته خفيف معايا، فما رضيتش اعمل الخطوه دي غير لما اقول لكم. معلقه نشا معلقتين نشا لحد ما يربط. بصي مش هحط الكميه كلها، يغلي معايا واشوف القوام ايه. حاسه ان عاوز تاني بنزل تاني اهو واحده واحده. شايفين هنا اول ما السمك بتاعه بقى تقيل بقى يعمل فقاقيع. شايفين الفقاقيع دي؟ خلاص تعرفي ان هو القوام بتاعه كده مظبوط. لكن الاول عشان خفيف فار وكله وقع على يعني ربعه كده وقع على البوتاجاز. هوريكي كمان بالمعلقه. هو ده. شايفين كريمي ازاي؟ لان ايدي فيه على طول يعني ما بسيبهوش وامشي خالص. وكده الطبقه التانية خلصت معايا. بعد كده والطبقه الاخيره معايا جيلي فراوله. اي جيلي بقى موجوده يعني انت حباه، جيلي فراوله اي نوع، مش شرط جيلي الفراوله. هو الباكو بياخد كوبايتين لكن انا عاوزاه تقيل، علشان كده حطيت كوبايه ونص وكوبايه ونص علشان يكونوا 3. هقلبه كويس. حلو قوي كده بقى جاهز. عندي بقى موز، هحط هنا قطعه من الموز. سبتها طبعا عاوزه تعمل طبقه من فوق، يعني انا هسيبها لحد ما تعمل طبقه. واي فاكهه زي ما قلت لك هتبداي تحطيها. عندي الموز هنا هحط، يعني معظم الولاد بيحبوا الموز قوي مع الجيلي الفراوله.
ما تعمليش حركه زي كده غير لما يعمل طبقه رقيقه الاول، لان انت لو ما استنيتيش عليه هتبصي تلاقي كله نزل تحت اهو بالشكل ده. سهله جدا ما بتاخدش اي حاجه، في ثواني كده دخلت المطبخ وجهزتها. ممكن اللي عطلني شويه بس بتاع الفلتر. وده كان شكله بصي عامل زي الورده كده، بترصيه طبعا باي طريقه انت حباها. دي كانت طريقتي في ان انا رصيته كده. استنيت لحد ما الجيلي هدى شويه، وبعد كده هنزل بالمعلقه واحده واحده. كل ده بناخده بالنا علشان ما ينزلش على الطبق اللي تحت اهو بالشكل ده. ما تستعجليش وتنزلي بيه مره واحده. ممكن اعمل طبقتين، يعني ممكن اعمل الطبقه دي وادخلها التلاجة لحد ما تعمل وش وارجع احط تاني. بحس ان بيكون سمكه اتقل وبيديني لون اغمق. فانا هستكفى كده باول طبقه دي وادخلها التلاجة على طول. يعني بصي 10 دقايق بس وطلعيها تاني هكمل بقيه الخليط. ادري الاول بس كله بالشكل ده بس كده. وكده بعد 4 ساعات سبتها في التلاجة لحد ما اتمسكت زي ما انتوا شايفينها كده. تعالي قربي بس انت عليها. يلا نقطعها بقى مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين شكلها عامل ازاي؟ شكلها بجد طالع خطير. وكمان من جوه شايفين الطبقات اهي، طبقه البسكوت وطبقه الكاستر وطبقه الجيلي. حلو سريع، يعني في ثواني هتعمليه من غير ما تولعي الفرن خالص، وطعمه كمان حلو قوي. في ثواني هتدخلي المطبخ هتعمليه. الله على جمال الطعم. يعني بصي حاجه ساقعه كده في الجو الحر اللي احنا فيه كان مظبوط قوي، كل طبقه مظبوطه. يعني كمان الموز بيحب الجيلي، والاطفال كلها بتحب الجيلي بالموز، كان طعمه جميل. الكريم كراميل كان مظبوط قوي، والسكر مظبوط، وطبقه السكر ما استخدم، وطبقه البسكوت ما حطيناش سكر غير 3 معالق بس، طلع مظبوط، والسكر بتاعه كان مظبوط. الفيديو كان حلو. والحلو بتاعنا النهارده مش هنقول بقى الجو حر مش هندخل المطبخ، لا في 5 دقايق هتقومي تعمليه. لو وصلتي لحد هنا والفيديو عجبك ما تنسينيش باللايك والشير والسبسكرايب علشان يوصلك كل جديد. اشوفكم ان شاء الله على خير، مع الف سلامه.